ومن الحب ما قتل، يعني إذا ما مات العاشق من الحب لا يكون عاشقا. هكذا يقول عروة بن حزام. وما عجبي موت المحبين في الهوى، ولكن بقاء العاشقين عجيب. في بيت حلو كتير بهي القصيدة بيقول: وإني لتعروني لذكراك رعدة لها بين جسمي والعظام دبيب. كتب عروة الكثير من القصائد بعفراء، ويقال إنه لم يكتب في غيرها. ومن أشهر قصائده النونية التي كتبها قبل موته، وحكى فيها عن حبه وسقمه ووجده وما جرى معه في رحلة الحب الشاقة هذه. وهي قصيدة طويلة، من أبياتها: خليلي من عليا هلال بن عامر، بصنعاء عجال يوم وانتظراني، ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم دعاني، على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناي من وجد بها تكفاني، يكلفني عمي 80 بكرة، وما لي يا عفراء غير 8. أحب ابنة العذري حبا وإن نأت، ودانيت فيها غير ما متداني، أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان، وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني وعفراء يوم الحشر ملتقيان، أقول لعراف اليمامة داوني، وعراف نجد إنهما شفياني، فما تركا من حيلة يعرفانها، ولا شربة إلا وقد سقياني، ورشا على وجهي من الماء برهة، وقاما مع العواد يبتدران، وقالا شفاك الله والله ما لنا، بما ضمنت منك الضلوع يداني، فويلي على عفراء ويلا كأنه على الكبد والأحشاء حد سناني، كأن قطاطا علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان، أناسية عفراء ذكري بعدما جعلت لها ذكرا بكل لساني. من أشهر قصص الحب في تراثنا العربي. أعان الله قلوب العشاق. فأهل الحب صحيح مساكين،